وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. روي عن الإمام الباقر عليه السلام عن أبيه عن جده عليهم أفضل الصلوات والسلام إنه قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فقام أبو بكر وعمر من مجلسهما فقال: يا رسول الله، أهو التوراة؟ قال الرسول: لا. فقال عمر وأبا بكر: فهو الإنجيل؟ قال النبي: لا. قال: فهو القرآن؟ قال: لا. قال: فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هو هذا الإمام الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم كل شيء، فإن علي عليه السلام عنده علم الأولين والآخرين. المصدر بحار الأنوار، جزء 35، صفحة 427. في أمان الله.